وقعت مشكلة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان أبو بكر حاد الطبع حار. يقول فأسرعت إلى عمر بكلمة ثم ندمت فقلت اغفر لي، سامحني على هالكلمة اللي قلتها. قال عمر لا أغفر لك، ما سامحك. ثم انصرف عمر فحزن أبو بكر، لماذا لم يسامحه؟ لماذا لم يغفر له؟ فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وقع بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، يعني أنا غلطان، فقلت اغفر لي فلم يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني إن لم يغفر عمر ألا يكفيك أن يغفر لك الله؟ يغفر لك الله سبحانه وتعالى. يقول أبو الدرداء راوي هذا الحديث ثم إن عمر ندم لماذا لم يغفر لأبي بكر، فذهب إلى أبي بكر في بيته ليقول له قد غفرت له فلم يجده، فقال لعله أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المكان الذي يكونون فيه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء وبينما الحدوث إذ أقبل علينا عمر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه مغضبا، يعني الغضب يرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه مغضبا. يقول فجثى أبو بكر على ركبتيه، إنه كان يعرف منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، يعني لا تغضب على عمر، أنا اللي غلطان، أنا كنت أظلم. يقول أبو الدرداء والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر حتى أقبل على عمر فقال له مه يا عمر، أي ماذا يا عمر؟ أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الله أكبر. هذه يقولها لعمر وغيره، وعمر عمر يقول له ولغيره هل أنتم تاركوا لي صاحبي، كأنه يقول لهم هذا صاحبي دونكم، أنتم نلتم الصحبة العامة، هذا نال الصحبة الخاصة، هذا من خاصة الخاصة، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هكذا يقولها النبي لعمر صلوات ربي وسلامه عليه.